السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه الاخبار؟ قبل ما نبدأ كده نحكي في اي حاجة، ما تنسوش تشتركوا في القناة اللي لسه مشتركش، واللي مش مفعل زر الجرس يفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد، واللايك الجميل. ويلا بينا نبدأ الحلقة النهاردة عشان هنتكلم عن عربية تهم ناس كتير. يلا بينا نتكلم عن كريستالا. كريستالا عربية انتاج شركة ميتسوبيشي. هي كريستالا ديت احنا اللي سميناها كريستالا، انما هي مسمهاش كريستالا في الحقيقة، زي ما احنا سمينا البطة والمكوى وسمينا الشارك والبومة وسمينا الكريستالا، ولكن هي ميتسوبيشي لانسر انتاج سنة 1996 لحد سنة 2000. الشكل دوت خد اسم الكريستالا. تمام. العربية ديت عربية من ضمن العربيات اللي حققت نجاح كبير جدا. عربية اتعمل عليها تعديلات رهيبة. انت يا باشا بتاخد العربية دي ممكن تعدلها تخليها حاجة غير الحاجة، ولكن هي في نفس الوقت عربية من العربيات الممتازة جدا. العربية بتيجي بموتور 1300 سي سي، وده اهم موتور واكتر موتور شائع، وبتيجي ب 1500 سي سي، وبتيجي ب 1800 سي سي، وبتيجي لحد 2000 سي سي كمان. يعني تنزل بمواتير مختلفة ولكن هي عربية فعلا ناجحة جدا. عربية شبابية، عربية عائلية، عربية قوية جدا، عربية من العربيات الممتازة بشكل كبير جدا، ومحققة نجاح كبير جدا في السوق المصري، وخصوصا المانيوال. هي طبعا نزل منها اوتوماتيك، ولكن هي المانيوال اكثر برضو نجاحا. العربية ممتازة بشكل كبير جدا. هنتعرف على مميزات وعيوب العربية. يلا بينا. العربية الكريستالا طولها حوالي 4 متر و20 سنتي، والعرض بتاعها متر و60 سنتي، والارتفاع بتاعها متر و30 سنتي. الخزان بتاع الوقود بتاعها 50 لتر، بتحرق تقريبا 7 لتر كل 100 كيلو، مش اكثر توفيرا في البنزين. ولكن هي عربية كويسة، والخزان الوقود بتاعها مساحته تقريبا يعني من المساحات الكويسة، اعتمادية اكتر من حيث البنزين. العربية السرعة القصوى بتاعتها 170 كيلو متر. العربية الشنطة بتاعتها حوالي 420 لتر. عربية شكلها شيك جدا من بره، عربية من جوه ممتازة، عربية على الطريق ثابتة، عربية الخامات بتاعتها من جوه كويسة. قد يكون التقفيل مش افضل حاجة، ولكن هي كخامات كويسة. العربية ثابتة بشكل كبير جدا على الطريق. العربية من العربيات اللي تساعدك جدا في السفر. عربية مش بتاعة اطفال كتير، عربية فيها تكييف جيد، المساحة الداخلية بتاعتها كويسة جدا. عربية من العربيات زي ما قلنا ثابتة على الارض بشكل كبير، وده بسبب ان الموتور بتاعها قوي، وهي عربية واطية شوية، فده مديها ثبات. ولكن هي في نفس الوقت هي رغم كل دوت هي عربية للأسف السواق بتاعها خفيف شوية. العربية زي ما قلنا يمكن التقفيل بتاعها رغم ان خامات كويسة، ولكن التقفيل بتاعها مش افضل حاجة. وطول العربية ده اصعب او اخطر شيء في العربية، لان العربية واطية جدا، وخصوصا مع الحمولة فبيخلي العربية واطية كمان بشكل فظيع يعني. وللأسف العربية الكشافات بتاعتها اضاءتها مش افضل حاجة. اضاءتها هنقدر نقول كويسة او مقبولة، ولكن في طبعا بعض التعديلات اللي بقت كتير على العربية، ده حسن من ادائها. الفوانيس اللي بنجيبها، العلايات، المواتير اللي بتتغير فيها، الشكل الخارجي من بره، الاكسدامات اللي بتركب لها، كل ده بيغير من شكل العربية وبيغير من مفهوم العربية شوية. ولكن انا بكلمك على اللانسر 96 او لانسر كريستالا بشكلها اللي نزلت بيه. العربيه برضو للاسف ما فيهاش فرامل اي بي اس، والعربيه فيها ايرباج واحد، والعربيه كربراتير. فالعربيه لازم تهتم شويه بالكربراتير بتاعها، لان انت لو ما اهتمتش بالكربراتير ممكن تواجهك شويه صعوبات شويه في العربيه. العربيه ممتازه جدا في قطع غيارها، قطع غيارها متوفره وكتيره بره التوكيل وجوه التوكيل. قطع غيارها رخيصه مش غاليه. صيانه العربيه
من الصيانات السهلة والصيانات برضو الغير مكلفة بشكل كبير. العربية من افضل العربيات اللي انتجتها شركة ماتسوبيشي، وافضل العربيات اللي موجودة هنا في مصر. عربية ناجحة بشكل كبير جدا مع الشباب ومع العائلات، زائد ان العربية من ضمن العربيات اللي عفشاتهم مريحة جدا وعفشاتها كويسة، تراوح كمان سعرها من 75 الى 100 الف جنيه. فدي تقريبا كانت كل حاجة عن العربية اللانسر كريستالا. ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة، واللي ما فعلش زر الجرس يفعل لايك. شكرا لكم، سلام عليكم.